لديه رقم قياسي على الصعيد الأوروبي، إلى حد الآن لم يخسر من 45 مباراة أي منذ الموسم الماضي. فريق يلعب كرة جميلة، كرة سريعة، كرة بدنية، ومع بعض العناصر الفنية. أهم عناصر اليوفنتوس بيرلو، وعلاوة على ذلك هناك لاعب جماعي. بعد حوالي ربع ساعة انتهت المباراة، 3 أهداف متتالية وانتهى الأمر. كنت أتوقع انطلاقة قوية من اليوفنتوس، لم أكن أتوقع هذا الانهيار الدفاعي من قبل روما. يوفنتوس على أرضه أمام جمهوره، فريق قوي، فريق ضد روما الذي كان يريد الانتقام منها بشكل كبير بعد الجدل لسنوات طويلة. زيمان يعود إلى تورينو بفريق غير جاهز دفاعيا. كنت أتوقع فريق أقوى على الأقل على الصعيد الدفاعي. فريق ينتقل إلى تورينو، إلى معقل اليوفنتوس، يلعب بهذه الطريقة بهذا الدفاع الغير حاضر. ربما الضغوطات كانت كبيرة جدا على عاتق فريق روما، وعانى من تصريحات زيمان لمرة أخرى في حين رأينا يوفنتوس حاضر، يوفنتوس قوي، يوفنتوس جاهز ويلعب بشكل جماعي. من الناحية الأخرى روما يعيش على لمحات توتي، على أداء توتي وديروسي. أهم مباراة في الموسم روما خيب الأمال. الآن الجميع يتهم زيمان، ويبدو مبررا زيمان لا أقل أو أكثر. زيمان غير قادر على صنع المعجزات.